موقف بيت جدا حصل لي مع الفانز الاطفال وانا في المستشفى النهارده. السلام عليكم، ازي حضرتك يا دكتور؟ انا خالد اخو استاذ محمد. حبيبي يا خلود، معلش انا مرمطك معايا في المستشفى دي والله، بس عشان اغلب الوقت بكون فيها. يا دكتور معلش، هو ازاي دخل قبل الناس دي كلها واحنا قاعدين؟ معلش يا حبيبي، بس انا هدخل اعمل اشاعه على ايدي على طول وماشي. ايوه بس مالك يا بابا؟ لا وحياة امك ما تجرفني يا امي. الحق الواد بتاع التيك توك اهو، بصي يا ولا يخرب بيت ابوك كتفي مخلوع. ايه ده يا خالد؟ ده هو الولد ده يعرفك؟ ايوه يا دكتور، ده بيبو بتاع مين لما بيعمل بينايل على نفسه، ده مشهور قوي. حبيبي تسلم. ممكن بقى ادخل اعمل الاشاعه؟ اتفضل. وهتدخل قبلي برضو؟ حسب الله ونعم الوكيل. ازاي جاي اصلا تعالج في مستشفى حكومه؟ ما تبطلوا تدعوا الفقر بقى، والله لا الغاك المتابعه، ويا رب ما تخفش. هتقول ايه؟ اصبر. هتمد بوزك كده يا استهنى. يلا ماشي، بنت مد بوزك. ارجع لورا كده لا تكون باين. لا مش باين. انا باين يا جدعان، مش باين. ايوه يا دكتور، ده بيبو بتاع مين لما يا اسطى